من هو أول عربي كانت له مكتبة؟ ولم أحرقها؟ هذا الخبر ستسمعه لأول مرة. عالم من علماء اللغة والنحو، وعارف بأيام العرب وأنسابها وأخبارها، وأحد القراء السبعة، وشيخ اللغة العربية والقراءات. ويرى النقاد والمتأدبون أنه أعلم الناس بالقراءات وبالعربية والأدب وبالشعر وأيام العرب. كان إماماً في القراءة بمدرسة البصرة التي كانت حاضرة ثقافية للعالم العربي، ويلقبه المغاربة سيدي البصري. وأبو عمرو بن العلاء بن عمار المازني التميمي، ولد عام 70 للهجرة، ووافته المنية عام 54 و100 للهجرة، ويوجد قبره بمدينة الكوفة بالعراق. كانت له أول مكتبة، وكان كثير البحث، يسكنه شغف المعرفة وحب العلم، وقد سمي بأبي العلماء. ويقول أهل الأدب إنه أحرق مكتبته حينما تقرأ، أي حينما تنسك وتفقه وزهد في الدنيا وتفرغ للعبادة والتدبر في القرآن الكريم. من شيوخه بمكة سعيد بن جبير وعبد الله بن كثير، ومن تلامذته الأصمعي ويونس بن حبيب وعيسى بن عمر الثقفي وهارون موسى والخليل بن أحمد الفراهيدي. ومن أشهر أقواله: العلماء بالشعر أعز من الكبريت الأحمر.